الوشق المصري كان يرمز إلى الحكمة والقوة في بعض الأساطير الفرعونية، وكان يعتقد أنه قادر على رؤية الأرواح الشريرة في الظلام. هناك أدلة على أن الكهنة في المعابد كانوا يحتفظون بالوشق لحماية الكنوز، وكانوا يعتبرونه حارساً مقدساً. يمتلك الوشق سمعاً خارقاً، حيث يمكنه سماع دقات قلب فريسته من مسافة بعيدة، قادر على القفز حتى 3 أمتار في الهواء للإمساك بالطيور أثناء طيرانها، مما يجعله أحد أمهر الصيادين في البرية. يستطيع الوشق العيش لعدة أيام دون ماء، حيث يحصل على السوائل من دم فرائسه. الأذنان الطويلتان ذات الشعيرات السوداء ليست للزينة فقط، بل تساعده على التواصل مع أقرانه وتحسين السمع عبر تضخيم الأصوات الخافتة. يمكنه توجيه أذنيه بشكل مستقل عن بعضهما، مما يمنحه قدرة مذهلة على تحديد موقع الفريسة بدقة. هناك لوحات قديمة تظهر الوشق بجوار الملوك والكهنة، مما يشير إلى أنه كان يتمتع بمكانة خاصة في الحضارة المصرية. يعتقد بعض الباحثين أن المصريين القدماء حاولوا استئناسه، لكن طبيعته البرية لم تسمح بذلك. اليوم الوشق المصري مهدد بالانقراض بسبب الصيد الجائر وفقدان موائله الطبيعية. يفضل العيش في المناطق الجبلية والصحراوية النائية بعيداً عن البشر، مما يجعل رؤيته أمراً نادراً جداً. الوشق المصري ليس مجرد حيوان مفترس، بل كائن يحمل في طياته أسراراً من الماضي، ويظل أحد أكثر المخلوقات غموضاً في تاريخ مصر.